بص هنا الشاشه كده اشتغلت اهي. تمام. طبعا انا عندي في تهريب في الضغط، فالضغط صفر، كل ما اضغط ترجع تاني. خليني هشغلها اوتوماتيك. هي قالت كده قاريه الضغط صفر. تمام. انا هحطها على الاوتوماتيك كده بس كده. هي هتيجي هتعد 5 ثواني وتشتغل. الضغط بيزيد، اللمبه شغاله، في ضغط زايد بيخرجوا الريليف، تضغط 10 بار، عوضت. المفروض ان هي هتفصل بعد 60 ثانيه في بلاي اوف. احنا عاملين السيتنج بتاعتها انها تفصل عند 8 بار وتشتغل عند 5 بار. هي هتعد دلوقتي 60 ثانيه وتفصل. بس طبعا في تهريب في الضغط، فهو الضغط ده ثابت هنا اهوت لانها هي شغاله. اول ما هي هتفصل الضغط هيرجع صفر تاني وهترجع تشتغل تاني. دي المشكله دي هنبقى نحلها في وقت تاني بتاع تهريب الضغط. في شيك بلف بيرجع كده اهوت. قربت 60 ثانيه فصلت الضغط. المفروض ان هي هتعد تاني، عايزه تدخل تاني اهي لان الضغط نزل اهو. تضغط تاني هتعد وتقف. طبعا انا هوقفها يدوي، عملتها على الاوف يدوي.